السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان مقارنة بين الله ويسوع. هنقارن بين الله ويسوع في 5 نقاط، وهم القدرة، الموت، الطبيعة البشرية، النوم والعلم. وهنشوف هل صفات يسوع وصفات الله سوف تتشابه أم لا. أول نقطة من نقاط المقارنة هي القدرة. فالله سبحانه وتعالى قادر. في مرقس 10:27 يقول النص: كل شيء مستطاع عند الله. لكن يسوع ليس بقادر. في يوحنا 5:30 يقول النص: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إذن يسوع ليس بقادر. أيضا مرقس 6:5: ولم يستطع أن يجري هناك شيئا من المعجزات سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم. يبقى يسوع هنا لم يستطيع أن يجري هناك شيئا من المعجزات، يبقى يسوع ليس بقادر. رسالة العبرانيين 5:7: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. يبقى يسوع لم يستطيع أن يخلص نفسه من الموت، وطلب من القادر اللي هو الله أن يخلصه. يبقى يسوع ليس بقادر. لو كان قادر كان خلص نفسه من الموت. يوحنا 5:19 يقول النص: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا. لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا. يبقى الابن لا يستطيع، أي يسوع ليس بقادر. إذن الله قادر ويسوع ليس بقادر، فيسوع ليس الله. تاني نقطة من نقاط المقارنة هي الموت. فالله لا يموت. في تيموثاوس الأولى 6:16 يقول النص: الذي وحده له عدم الموت. الذي وحده له عدم الموت، هذا الله. تثنية 32:40: حي أنا إلى الأبد. حي أنا إلى الأبد. في حزقيال 18:3: حي أنا يقول السيد الرب. حي أنا يقول السيد الرب. دانيال 6:26: صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. إذن فالله حي إلى الأبد. ارميا 10:10: أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك أبدي. إذن الله لا يموت، لكن يسوع مات. يوحنا 19:30 يقول النص: فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ونكس رأسه وأسلم الروح. أسلم الروح يعني إيه؟ يعني مات. يبقى يسوع مات والله لا يموت، يبقى يسوع ليس هو الله. ثالث نقطة من نقاط المقارنة هي الطبيعة البشرية. فالله ليس إنسان. الله ليس بشر، ليس إنسان. حزقيال 28:2 يقول النص: يا ابن آدم، كل رئيس سور، هكذا قال السيد الرب، من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة، اجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله. وأنت إنسان لا إله، يعني مش ممكن يكون الإنسان إله. حزقيال 28:9:
هل تقول قولا أمام قاتلك؟ أنا إله وأنت إنسان، أنا إله وأنت إنسان، مش ممكن يكون الإنسان إله. هوشع 11:9 لأني الله لا إنسان، لأني الله لا إنسان. كل النصوص دي بتثبت أن الله لا يمكن أن يكون إنسان. سفر العدد 23:19 ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، يبقى الله مش إنسان. أيوب 9:32 لأنه الله ليس هو إنسانا مثلي، ليس هو إنسانا مثلي، يبقى الله ليس إنسان. مزمور 8:4 فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده، يعني الإنسان نكرة، كيف يكون الله؟ لكن يسوع إنسان. يوحنا 48 يقول النص وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، يبقى يسوع إنسان والله ليس إنسان. أعمال الرسل 2:22 أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل، يسوع الناصري رجل، يسوع إنسان قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، يبقى يسوع إنسان والله ليس إنسان. أيوب 25:4 فكيف يتبرر الإنسان عند الله وكيف يزكو مولود المرأة، هو ذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه، فكم بالحري الإنسان الرمة، فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. الإنسان رمة، كيف يكون الله إنسان والإنسان رمة؟ أيوب 11:12 أما الرجل ففارغ عديم الفهم وججحش الفرى يولد الإنسان، يبقى الله بيصف الإنسان عند المولد أنه كالجحش، فهل يمكن أن يكون الله إنسان؟ إذن يسوع إنسان والله ليس بإنسان، إذن يسوع ليس الله. النقطة الرابعة من نقاط المقارنة هي نقطة النوم، فالله لا ينام. في مزمور 121:4 يقول النص إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. لكن يسوع ينام. في متى 8:24 يقول النص وإذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، يسوع كان نائم، يبقى يسوع بينام. لوقا 8:23 وفيما هم سائرون نام، يسوع بينام. مرقس 4:38 وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، يسوع كان على وسادة نائما، يبقى يسوع بينام والله لا ينام، إذن يسوع ليس هو الله. آخر نقطة من نقاط المقارنة هي العلم. لا شك أن الله إله عليم، الله عليم. فصمويل الأول 2:3 يقول النص الرب إله عليم، الرب إله عليم. لكن يسوع غير عليم. في مرقس 13:32 يقول النص وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب، ولا الابن إلا الآب، يعني الابن غير عليم والله عليم. مرقس 11:13 فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين، فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد.
يعني يسوع غير عليم بموسم التين لأنه ليس الله. يبقى من خلال هذه المقارنة وجدنا أن الله قادر ويسوع ليس بقادر. وجدنا أن الله لا يموت ويسوع مات. وجدنا أن الله ليس إنسان ويسوع إنسان. وجدنا أن الله لا ينام ويسوع ينام. وجدنا أن الله عليم ويسوع غير عليم. إذن فيسوع ليس هو الله. إن شاء الله نكون قد وفقنا في هذا العرض. نستودعكم الله، نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.